مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل. كما كان متوقع اليوم كاينه ازمه دبلوماسيه جديده تبات فيها تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وكان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزه. عندنا ما نديرو. نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزه. عندنا ما نديرو. عندنا ما نديرو، وراني توعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلوا لنا الحدود. التصريحات الاخيره اللي سمعتوها كاملين تحولت الماده ديال السخريه في العالم كامل. تصريحات تبون ولات كتضحك الناس في كل بلاصه. هاد الهضره اللي ما كتحملش لا العقل ولا المنطق تسبات في ازمه دبلوماسيه جديده، مع العلم ان اصلا كاينه ازمات مع دول اخرى. الجزائر اللي غارقه في ازمات مع بزاف ديال الدول بحال مالي، تشاد والنيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو وليبيا، ودابا زادوا ازمه جديده مع مصر. تصريحات الرئيس الجزائري اللي كيطلب فيها من مصر تفتح الحدود، جيش الجيش لتحرير فلسطين. التصريحات اللي خلات المصريين في حيره واستغراب كبير جدا. وملي خرجت هاد التصريحات ولات مدى ديال السخريه في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الفلسطينيين والاسرائيليين ضحكوا على هاد التصريحات اللي قالها في حمله انتخابيه وماشي في شي مؤتمر دولي مخصص للقضيه الفلسطينيه. كتبرهن ان المتاجره بمعاناه الناس ولا طريقه باش كيربحوا بعض المسؤولين الانتخابات. كما كان متوقع التصريحات غتبقى كتزيد سير السخريه والجهد. حنا كنتسناو شنو غيوقع في المستقبل، وكنتمناو ما تزيدش هاد الازمه تفاقم الوضع الدبلوماسي. تابعونا المزيد من الاخبار والتحديثات. شكرا على المتابعه، نشوفكم في الفيديو الجاي. عندنا ما نديرو.